السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وسعادة وراحة بال. يوم جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. بما اننا بقى في شم النسيم، تعالوا بقى نعمل ايه؟ الفطير المشلتت اللي بقى ايه نفطر بيه الولاد الصبح زي ما اتعودنا من العادات بتاعتنا، ان احنا يوم شم النسيم نعمل الفطير المشلتت بدل ما تشتريه وتقفي عليه في الزحمة بقى. وببقى بصراحة يعني متكروت كروتين كده، ببقى متكروت جدا جدا يوم شم النسيم. تعالوا نعمله مع بعض. هنسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وعندنا هنا كيلو من الدقيق، وكميه الدقيق بقى بترجع لك، عايزه اقل عايزه اكتر زي ما تحبي. ضفت له بقى نص معلقه من الملح ومعلقه كبيره من السكر. وابتديت بقى بعد كده ميه عاديه من الحنفيه خالص للعجن. ونبتدي بقى نعجن الدقيق وناخد بقى شويه بشويه كده عشان العجينه تطلع معانا متظبطه. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت اسمي بسم الله وصلى على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسونيش بقى بدعوه حلوه كده ولايك حلو من ايديكم. ان شاء الله هنعمل شويه فطير مشلتت، ما شاء الله العظمه لله عظمه. يلا بينا نسمي بسم الله. عندنا بقى ابتديت اعجنه كده واحط بقى الميه شويه بشويه كده لغايه العجينه ما تظبط معايا. ابتديت بقى كده اخد ود بقى مع العجينه كده. عجينته سهله جدا جدا جدا، وما يعني ما بتضيفلهاش اي حاجه غير شويه ملح وشويه سكر. ابتدت بقى تجمع معايا اهي، خلاص كده انا مش عايزه بقى ميه خالص. هنبتدي بقى بعد بقى ما لميتها بالشكل ده نبتدي بقى ننزلها على الرخامه بتاعتنا، تكون بقى الرخامه مغسوله كده ومتنضفه وزي الفل. ونبتدي بقى نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وناخد وندي بقى مع العجينه بشكل ودي، نفضفض معاها وهي تفضفض معانا. عندك عجان اتكل على الله واعجني فيه، ما عندكيش عجان اعملي زي حالاتي بقى واقعدي فضفضي مع العجينه. ابتدي بقى العجينه ابتدت تلم معايا زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لك لو زادت معاكي، لو حسيتي ان هي بقى سايله شويه حطي لها شويه دقيق، حسيتي ان هي جامده شويه حطي لها شويه ميه. يعني العجينه بقى هتمشي معاكي. بصوا ايدي بقى مليانه عجين شويه بقى، مع العجن هتلاقي العجين ده كله فك من ايديا. بس انت صلي على الحبيب كده، وانت ما شاء الله ربنا ما شاء الله هيحسن ما بين ايديك. كله بمشيئة الله يا ولاد، انتوا قولوا بس بسم الله ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا اجمعين. مفيش حاجة بتبقى الصعب ان انت تقولي معرفش، انما جربي وباظ منك مرة مفيش فيها حاجة. بس صدقيني ما بيبص ولا بيجراله اي حاجة. انت بس بتجيبي دقيق تكون نوعيته نظيفة عشان يطلع معاكي الفطيرة حلو. هنبتدي بقى نسمي بسم الله. العجينة بقى لمت معايا وبقت ملبن. بصي ما شاء الله. ابتديت بقى ما شاء الله العجينة بقت عسل. هنسيبها بقى ترتاح واحنا نرتاح معاها شوية ونرجع لها تاني. عندنا بقى العجينة بعد ما ارتاحت واحنا ريحنا معاها زي ما قلت لكم، نبتدي بقى نسمي بسم الله ونبتدي بقى نقطع العجينة لكور بقى عايزين كيلو الدقيق هقطعه ل 12 قطعة، يعني 12 كورة. ليه هنعمل 12 كورة؟ هنعمل الفطيرة ست كور من العجين. يعني كرات العجين كده نكورها، نعمل بقى 5 قد بعض وواحدة كبيرة شوية. فأنا هعمل الاتنين الأخارة يبقوا كبار شوية في الحجم عشان نلم فيهم الفطيرة. يبقى احنا هنعمل الفطيرة عبارة عن عن 6 من الكور. بتسهل معاكي جدا وبتخلي بقى معاكي الفطيرة مورقة وفي منتهى الجمال. جبت زيت كده، وكل ما اقطع كرة احطها في الزيت واحطها على الصينية عندي. وابتديت اكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده لغايه ما بخلص الكميه. احلى فطير مشلتت ونضيف بقى. ومفيش بقى طبعا انتوا عارفين بصوا انا عندي اعتقاد جامد، وده فعلا اللي بيحصل. المواسم الحاجه اللي بيبقى عليها طلب كتير بتبقى اوحش الحاجات في المواسم اللي هي بتبقى يعني شم النسيم مثلا معروف بالفسيخ، معروف بالفطير المشلتت، معروف بالحاجات دي. العيد الكبير معروف باللحوم. تيجي بقى تقربي، كل ما تقربي للموسم تلاقي الحاجات تبقى وحشه، قبلها ممكن تبقى كويسه. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت بقى الكور بالشكل ده. عملت 10 كور قد بعض واتنين كبار شويه. ابتديت بقى اخد واحده كوره كده، كوره في كوره بقى نبتدي نفردها بالشكل ده
طبعا بتبقي دهنه الرخامه بشويه زيت، وانت بتطلعي الكوره كده بتاعت العجين حطيها في ايه، اغمسيها في الزيت. تبتدي تاخدي بقى ايه من جوه لبره كده، وتفردي حرف العجين اللي عندك، تفرديه حلو. ونجيب بقى ايه حته سمنه بلدي كده، او اي نوع سمنه موجود عندك، او زيت زي ما تحبي، او زبده. وابتدي بقى ايه على وش الطبقه كده، او طبقه العجين. ونبتدي بقى ايه نفرد واحنا بنحطها بالشكل ده. نبتدي بقى نوضح الصورة شوية، ونبتدي تنيها كده يمين وشمال بالشكل ده. طبقها مربع ونحطها على جنب. نبتدي ناخد الكرة التانية. بصي العجينة طالما مرتاحة تفرد معاكي بقى بسهولة، وما تغلبكيش وانت بتفردي زي ما انت شايفة كده. ونتقطعت منك في اي حرف عادي، ما تقلقيش خالص، مش هيحصل لها اي حاجة. ناخد برضو ايه معلقة سمنة كده، يعني بناخد ايه بايدينا كده. وابتدي ادهن بقى ايه وش الفطيرة عندي، او وش طبقة العجين اللي احنا بنفردها. نبتدي ناخد الطبقة الاولانية نحطها، ونحط عليها الفطيرة بالشكل ده، ونحطها ونجيب التالتة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصي كل مدى تحسي ان العجين بيفرد معاكي اسرع من الاول. انا ما قطعتش حاجة خالص من الفيديو بقى، من ايه من اول فطيرة عاملاها من الاول للاخر معاكم كده. نجيب السمنة ندهنها، ومش لازم ان انت تسيحي السمنة، لا انا واخداها بدرجة حرارة المطبخ. هناخد بقى ايه كورتين العجين اللي احنا فردينهم قبل كده، بقت دي التالتة. نبتدي ناخد الرابعة نفس الفردة هي والايه والطبقة الخامسة، يبقى دي الطبقة الرابعة. سهل جدا جدا، ومش هياخد منك حاجة على فكرة. ان انت فاكرة بقى ان هو هياخد وقت والكلام ده، لا مفيهوش اي حاجة. بس زي ما قلتلك اهم حاجة نوعية الدقيق. يبقى عند الحروف انت بتاخدي من جوه لبره، والحرف بقى تحاولي ان انت ايه تخففيه، ما يبقاش الحرف تخين عشان ما يبقاش ايه الورق تخين معاكي. خدت السمنه فردتها كده، نجيب الفتيات بالشكل ده نحطه على بعضه، جمعناه. نيجي بقى عند الفطيره الخامسه. انا بغمسها في الزيت وبعد كده بحطها وبفردها. بصوا اسهل من كده مفيش. نجيب بقى المجموعه اللي احنا فردينها نحطها عليه اهي. ولو انت عايزه تعمليها فطيره واحده هتاخدي برضو ال 12 قطعه، بس هتعمليها بقى 11 قطعه وقطعه كبيره. دي بقى القطعه الكبيره اهي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. انت بس سمي بسم الله، وربنا كده ايه يبارك. يعني اللي احنا بنعمله ربنا بيبارك لنا فيه، سبحان الله، البركه من عند الله سبحانه وتعالى. دي بقى اخر طبقه اهي. نبتدي بقى ناخد الطبقات الاولانيه ونحطها بقى ايه فيها، وبكده نبقى خلصنا الفطير زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله لا قوة الا بالله، خلصت في سرعة ما شاء الله. كله كده بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. خلصناها. بنجيب بقى ايه الصينية بتاعتنا، ونبتدي نحط فيها الفطيرة بتاعتنا، ونسيبها ترتاح خالص لغاية ما نخلص الفطيرة اللي بعد كده. وفي الوقت ده بنكون مشغلين الفرن على اعلى درجة حرارة، ونسيبه بقى ايه يسخن كده، وهي ايه ترتاح. ونكون بقى ايه بنشطب في الايه في الفطيرة اللي بعد كده. كده خلصت الفطيرتين. دي الفطيرة التانية برضو هركنها على جنب دلوقتي، مش هفردها. وهفرد ايه اول فطيره. اجيب بقى حته سمنه كده، او لو عندك قشطه. بصراحه كسلت ان انا اطلع قشطه من الفريزر، فخدت معلقه سمنه كده وحطيتها ايه على وش الفطير، وابتديت بقى ايه افردها بالشكل ده. اهم حاجه ان انت ما تفرديهاش الا لما ترتاح خالص معاكي، عشان ما تتعبكيش في الفرد.
ولو انت عايزه الفطيره كبيره اعملي كيلو دقيق على بعضه يعمل لك فطيره بقى كبيره. لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده بقى ايه، خلصنا الفطيره بالشكل ده. نبتدي بقى ندخلها في الفرن على درجه حراره 200، نقعدها في الفرن من تحت خالص علشان ايه، تقب معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا بقى شكلها، طبعا الاضاءه مش قوي. طلعتها بقى فوق بس تاخد وش شويه كده زي ما انتوا شايفين اهي، وحطيت الفطيره التانية تحت. الفطيره التانية دي انا نسيتها في الفرن على فكره، بس طلعت كويسه الحمد لله. دي اول فطيره خرجت، الفطيره التانية في الفرن. بصوا بس تهدى ثواني وهوريها لكم بقى ايه من تحت بقى. بصوا عامله ازاي ما شاء الله اهي. هنسيبها بقى تهدى شويه لغايه الفطيره التانية ما تخرج ونشوفهم مع بعض. بصوا هي ما لحقتش تبرد معايا، بس ده بقى ده الفطير. انا كنت نسيت تاني واحده نسيتها في الفرن بس طلع والله العظيم ما شاء الله زي الفل. نبتدي بقى نسمي بسم الله ونفتح بقى على الفطيره. بصي حاجه كده بغاشه، اوعى وشك. شوف بقى اللهم صل على النبي، فطير ما شاء الله تبارك الله زي الفل. بصي الفطيره بقى هي بتتكلم عن نفسها، الورقه باينه يعني مش محتاجه. على فكره بنقولها لبنتي تدوقها، بقول لها الحته دي مقرمشه اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى الطراوه اللي فيه، كبر لك الصوره شويه. بصي طري بقى وحاجه كده، مفيش بعد كده. الحته المقرمشه اللي انت بتحبيها من بره والطراوه من جوه والورقه باينه، هي بتتكلم عن نفسها الفطيره زي ما انتوا شايفين كده. دي اقل ورقه فيه اهو، ولا تعبنا فيه ولا يعني خد مننا مجهود. تعالوا بقى نشوف الفطيره اللي تحت اهي. تعالي هوريها لك اهي. بصي ما شاء الله عسل، فطير عسل وما شاء الله ناجح 100%. وبطريقة أسهل من كده مفيش ومش هياخد منك وقت. وده كده بقى إيه فطير شم النسيم. تعالوا بقى نعمل بقى مع بعض الفسيخ بتاع شم النسيم. أنا ما عملتوش بصراحة، ربنا يديها الصحة ويبارك في صحتها. الوالدة هي اللي عملت لي الفسيخ عشان كده أنا ما جبتش الطريقة. بس ده بقى الفسيخ والربطة بتاعتها بقى، هي ربطة ما شاء الله، ربطة 100. طلعوا بقى من الكيس كده ونشوف بقى الفسيخ بتاعنا. عندنا الوالدة بقى متحطش عليه كركم ولا الحاجات دي، هو شوية شطة وشوية ملح وانت تاكلي من ايديها فسيخ زي الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت بقى ايه اطلعه فضة، يعني ايه سلاسل من ذهب. بصي حاجة كده ما شاء الله. طبعا احنا مستنيناش شم النسيم، احنا اكلناه قبل شم النسيم. طالما فتحت عليه قلت بقى ايه ناكله في ساعتها. بصوا ادي محتفظ بالميه بتاعته اللي مخلياه بقى طري وطراوه. وعايزه اقول لك قسما بالله ريحته ما فيها يعني، انا بحلف بالله انه مكان مستفز في الشقه نهائي، ولا ريحه تضايقك ولا اي حاجه. تعالوا بقى نفتحه من جوه، انا غسلته بس. بصي وردي ما شاء الله جميل. بص السمنه بتاعته نازله ازاي، والله العظيم في كميه سمنه. بصوا شلت بس الحتت اللي هي البطن السودا دي، وادي عندنا الفسيخ ما شاء الله حاجه كده في منتهى الجمال. تسلم ايدك يا ست الكل، ربنا يبارك في كل ام وربنا يرحم كل ام يا رب، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين بقى الفسيخ كده ايه، تسلم ايديك يا ست الكل هي طبعا ما شافتوش فتشوفوا بقى دلوقتي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الفسيخه ورا التانية اهو، وروت بقى وحاجه كده ما شاء الله. طبعا انا مش جايبه بقى ايه الطريقه لان مش انا اللي عاملاه بصراحه، الوالده بقى هي عملته وبعتته لنا. وادي الفسيخ بقى عايزه اقول لك ما شاء الله زبده ما شاء الله، يتاكل كده من غير اي حاجه. اضطريت بقى افتحه كله، طبعا مش هنضفه ولا هعمل فيه حاجه، احنا بنحب كده الفسيخه تبقى ايه بخيرها كده عز. شيل بس الايه البطن السودا دي، طبعا الراس ما بتتاكلش بس احنا بن ايه بسيبها فيه. عايزه اقول لك ان انا بقى ما قاومتش، قلت لا انا هاخدها بقى ايه وادوق ادوق كده. احنا عارفين طبعا ان حجم الفسيخ بيقل بعد التخليل شويه.
انا سبته بقى في الصينيه. عايزه اقول لك ان ايدي كانت بتشر بقى ايه دهون، يعني كاني حطاه غمزاه كده في سمنه. ده شكل بقى الفسيخ بتاعنا اهو. تعالوا بقى ايه حط حواليه بقى باقي السفره. سنة عندي الفسيخ مع بصل او خس بيكفي. قطعت جنبه طماطم وخيار، وادي البصل، ما جبتش بصل اخضر صراحه، وادي الخس، وادي بقى خبزه العيش. وده كان الغدا بتاعنا بتاع شم النسيم، بس انا عملته قبل شم النسيم. ادي العيش اهو. ودي كانت اكلتنا بقى ايه، اكله بقى ايه مية مية. ما جبتش بقى جنبها رنجة ولا حاجة عشان كنا لسه واكلين رنجة قريب في العيد. فاكتفينا بقى كده بايه باكلة الفسيخ. جبنا جنبه حاجة ساقعة عشان انا من الناس اللي مش من محبين الشاي. انا عارفه لازم تحبسوا بكوبايه الشاي بعد الفسيخ، بس انا لا. المهم بقى ايه، احنا قضينا شم النسيم قبلها بيوم، فاللي هيقضي شم النسيم يبقى يوم سعيد عليه، واللي بيخرج فيه يبقى يوم جميل كده ان شاء الله، وتتبسطوا انتم وولادكم باذن الله. واسيبكم في امان الله ورعايته. يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله، ومع الف سلامه حبايب قلبي.